هنتكلم النهاردة عن مصطفى خاطر، وهنعرف ليه مصطفى خاطر مختلف عن باقي مسرح مصر. تبدأ القصة بمصطفى علي نوار خاطر اللي عاش واتربى في المطرية. لما بيكبر بيخش كلية حقوق عين شمس، وبيخش مسرح الجامعة، وبيمثل في مسرحيات كتير وبيخرج في مسرحيات كتير برضه، وبقى رئيس الفرقة. وبعدها بيعرض عرض من العروض وبيشوف الفنان أشرف عبد الباقي، وبياخده وبيظهر معاه في راجل وست ستات الجزء السادس. وبعدها بياخده وبيعملوا تياترو مصر. مصطفى كان عامل أداء حلو جدا في تياترو مصر، بس تقدر تقول إن علي كان الأشهر لأنه كان مميز بطوله وبشعره. بينجح جدا تياترو مصر، وفي 2015 تقدر تقول إن مصطفى عمل رومونتادا، لأنه كان هو وربيع وحمدي كانوا الأشهر في مسرح مصر. بعدها بيظهر في دلع بنات بدور طارق، وبعدها في 2016 بيشارك البطولة في مسلسل نيلي وشريهان. وحرفيا ده إنجاز كبير جدا، لأنه لسه في بداياته وبيشارك في مسلسل زي نيلي وشريهان وبطولة جماعية، فدي حاجة تثبت لك هو قد إيه كان معروف وموهوب في نفس الوقت. بعدها بيشارك في حسن وبقلوز مع ربيع وكريم فهمي. بعدها بيعمل أوشن 14 وبينجح على مستوى الإيرادات. 2017 بيشارك تاني في مسرح مصر، وبعد نجاح شخصية عم شكشك بيعمل برنامج شكشك شو، وحرفيا البرنامج نجح جدا. ده تتر البرنامج محقق 19 مليون مشاهدة، يعني تقريبا في السنة 2 مليون و300 ألف مشاهدة. انا اسف اني دخلتك في حاجه بعيده خالص عن اللي احنا بنقوله، بس عشان اوريك قد ايه هو كان معروف وموهوب. نطلع بقى نطلع من درس الرياضه ده. بعدها بيشارك مع الفنان ياسمين عبد العزيز في هربانه منها. بعدها بيشارك مع احمد السقا في هروب اضطرار، وعمل دور حلو جدا، وبيعمل مسلسل من بطولته هو ربع رومي وبينجح جدا، ومصطفى بياخد جايزه عن دوره في المسلسل. وبعدها تقدر تقول انه بدأ ينزل او يستسهل، لانه بيشارك في دور صغير جدا في فيلم ليلة هنا وسرور بعد ما كان بطل في مسلسل. بعدها عمل طلق صناعي وكان دور حلو، وبعدها بيعمل دور عصفورة في حرب كرموز، دور مختلف جدا، بس ما كانش مصطفى بطل دور ثاني او حتى دور تالت. ودي حاجة وحشة جدا، لان زي ما قلت لك في الاول كان عامل مسلسل من بطولته. وبعدها بيعمل طلقة حظ بس ما نجح. وبعدها بيشارك مع علي ربيع في مسلسل عمر الدين، بس الناس حاسة ان هما بيعيدوا تجربة مسرح مصر تاني. لحظة، ايه رأيكم نعمل حلقة عن علي ربيع؟ لان انا بحسه مش بيمثل، بيعيد نفس الكاركتر على طول. فلو عجبتكم الفكرة اكتبولي تحت في الكومنت. وبيفوق شوية وبيشارك مع منى زكي في الصندوق الأسود، كان دور حلو جدا. وبيشوف مصطفى إنه ممثل جامد جدا. بس بعد النجاح ده مصطفى بيشارك في فيلم ربع برمودا، حاجة محدش يعرفها، حقق 2 مليون جنيه. وبعدها مصطفى بيشارك مع العارف اللي كان نازل في نفس السنة، والعارف بيحقق 63 مليون. بس مصطفى بيبقى مشارك في دور صغير جدا في العارف. وبيعمل فيلم باسم ثانية واحدة من بطولة دينا الشربيني، وبيشارك في تماسيح النيل اللي كان لطيف، وبعدها أشباح أوروبا، وبعدها النهاية. بس كل ده في كوم، واللي جاي في كوم تاني، لأنه بيشارك في مسلسل البيت بيتي مع كريم محمود عبد العزيز، ونجح جدا وسمع مع الناس. وحرفيا المسلسل ده أنا بحبه جدا، أصلا بحب الكيمياء بين كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر. وبعدها بيعمل مسلسل مستعد، وفي 2024 بيعمل بيت بيتي الجزء التاني، ونجح جدا. وحرفيا ما تقدرش تقارن الجزء الأول بالتاني، لأن الاتنين جامدين جدا وبيكملوا نجاح بعض. ونيجي لسؤال الحلقة: ليه مصطفى خاطر مختلف عن باقي مسرح مصر؟ لأنه حرفيا طلع من مسرح مصر، بمعنى أصح. يعني علي ربيع عمل أعمال كتير جدًا من بطولته، بس تحسه هو علي ربيع نفس الكاركتر اللي كان في مسرح مصر، هو علي ربيع اللي في الواقع أصلًا، فهو مش بيمثل أصلًا. ومصطفى كمان هو الوحيد اللي عمل أدوار كتير جدًا، أكشن، تراجيدي، كوميدي، رومانسي، كل الأدوار. ده حتى في مسرح مصر كان بيعمل أدوار كتير جدًا متعددة. وبجد يا ريت يتعمل بيت بيتي الجزء التالت بأسرع وقت. حرفيًا أول لما ينزل بيت بيتي الجزء التالت مصطفى هيرجع رجعة قوية جدًا. وبس كده، سلام.